تعال أقول لك السبب اللي خلّى ابنك ما يحبّش يقعد معاك ولا يسمع لك. السبب الحقيقي اللي خلّى ابنك ما يحبّش يقعد معاك، إنك كل ما يقعد معاك إما بتنتقده أو ما بتسمعهوش أصلًا. جرّبت قبل كده إن حد يتكلّم واللي قدّامه مش حاسس بيه؟ جرّبت قبل كده إن حد يقول اللي جوّاه واللي قدّامه حطّه في قالب معيّن إن هو لازم يبقى غلطان ودومًا بيدّي له أحكام؟ الإحساس ده صعب أوي، أهو ده اللي حاسّه ابنك بالضبط. كل ما باتكلّم مع بابا أو مع ماما على طول بينتقدوا، شايفينّي فاشل، شايفينّي وِحِش، وعلى طول بيوبّخوني ومش بيسمعوني ولا بيحسّوا باللي جوّايا. خلّي بالك، لإن ده السبب اللي خلّى ابنك يبعد عنك ويعيش حالة من الكبت والانعزال. تعالَ نعرف بُكرة نعمل إيه علشان نغيّر الأمر ده. سلام عليكم.